مساء الخير. بنقعد نحن العرب بنحكي وبنتسلى وبنسرسر بالسياسة والاقتصاد والتربية وكل شيء، وبيتضح لنا انه البلد رح تطير من بين ايدينا ونحن عم نقول لنشوف شو رح يصير. بيحذرونا من زلزال قادم او عاصفة هوجاء او فيضان او طوفان ونحن عم ننتظر ونقول لنشوف شو رح يصير. بيقولوا لنا رح نساوي شرق اوسط جديد، بيقولوا لنا بيقولوها علنا، بيدحشوا تمهم بآذاننا وبيصرخوا رح نساوي شرق اوسط جديد. نحن بنفتح تمنا وبنرخي حنكنا وبنقول لنشوف شو رح يصير. بيقولوا لنا رح نعمل صومال جديدة ببلادكم، رح نسعى لإيجاد فوضى خلاقة، ونحن عم نقول ايه لنشوف شو رح يصير. بيهددونا بتقسيم بلادنا، بيقولوا لنا إلنا مو لغيرنا، جهارا نهارا بالصحافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء والأقمار الصناعية وجميع وسائل الإعلام رح نساوي كذا وكذا، وبيشرحوا خططهم السرية دون تحفظ ولا مواربة ولا خجل، بيقولن رح يخربوا ويدمروا ويقتلوا ويفجروا ويسرقوا وينهبوا ويزعزعوا الاستقرار، ونحن منقول ايه لنشوف شو رح يصير. ما رح يصير اكتر مما صار. فات الدب للكرم بمعرفة منا وبعلم، وانتم بتعرفوا بقية الفيلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون.